ازيكم يا جدعان؟ فيديو جديد. الحقيقه اتفرجت على اول حلقتين من مسلسل حاله خاصه وقلت بصراحه لازم اطلع اتكلم عنه. قبل ما نبدا كلام عن المسلسل ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان ده فعلا مهم وروح اعمل سبسكرايب في قناه الكوره، هسيبها لك تحت في الديسكربشن لو انت من الناس اللي بتحب محتوى الكوره. ومن غير كلام كتير يلا بينا نتكلم عن المسلسل. المسلسل حاله خاصه بيحكي عن شاب اسمه نديم عنده مشاكل ليها علاقه بالتوحد وعدم القدره على التعامل مع الناس، ولكن نديم عنده شيء مختلف وهو انه عايز يبقى اشطر محامي في مصر. فبيقرر ان هو يقدم في اكبر مكتب محاماه، وبنخوض رحلته اثناء التدريب في المكتب ده، ويا ترى هيقدر يوصل لهدفه ولا لا. حقيقي مسلسل حاله خاصه اتفرجت على اول حلقتين بناء على ترشيح من صديقي يعني محمد علي. وبصراحه انا الفتره الاخيره المسلسلات المصريه مش بتستهويني خالص يعني، بس قلت ليه لا يعني اديله فرصه، وخصوصا ان انا بحب طه جدا يعني، طه دسوقي على المستوى الشخصي، على المستوى اللي بيقدمه من ناحيه الكوميديا والستاند اب كوميديز والحاجات دي كلها. فقلت ان انا ليه لا ادي المسلسل فرصه واشوف يمكن طه مقدم حاجه مختلفه. وبصراحه مع اول حلقه مع اول مشهد حسيت ان المسلسل فعلا مختلف. عجبني في اول حلقتين فكره البساطه، اللي هو كل شيء بسيط جدا وغير متكلف، مش محتاجين بهرجه ولا على مستوى الاخراج ولا على مستوى الكتابه ولا على مستوى قصه بيزك جدا اتكررت في 100 عمل قبل كده. شفنا 100 واحد عنده توحد قبل كده. لو قعدت اقول الاعمال اللي فيها شخص يعاني من التوحد او القصه بتتمحور حوالين شخص عنده مرض من هذا النوع مش هنخلص. بس اللي كنت مستنيه اننا نقدم حاجه جيده بالنسبه للجنرا دي او للتايب ده من المسلسلات او الافلام. الحقيقه بالنسبه لاول حلقتين انا اتبسطت جدا. من اول التتر باين ان المسلسل بيتبع منهج البساطه، ومع اول مشهد بنبدا باحمد امين في المسلسل وانت كده خدت قلبي، فاهم؟ طالما احمد امين عندك في اول مشهد انت كده خدت قلبي خلاص. وطبعا اكبر المخاوف اللي كانت عندي كانت جايه من ناحيه طه، ان طه اصلا ستاند اب كوميدي وبيعمل ستاند اب كوميديز وحاجات زي كده، وراجل كوميديان في المقام الاول يعني، فكنت مقلق بصراحه منه قوي فكره خوض تجربه تمثيليه يعني زي دي. ولكن مع اول مشهد مع اول لحظه طلع فيها طه انا حسيت ان طه فعلا بيقدم حاجه مختلف عن طه اللي بيطلع يهزر بس، لا في عمق للشخصيه، في تقل، مش متوحد اوفر اللي هو فاهم بيحط ايده على ودنه ويقعد يصور، لا مفيش الكلام ده. الراجل فاهم الدور كويس، وعلى ما اظن هو قاعد مع ناس عندهم نفس المرض تقريبا وحاول يتتبع تحركاتهم او بيتصرفوا ازاي، لان انا بصراحه كان ليا تجربه شخصيه مع احد الناس يعني اللي عندهم نفس المرض تقريبا، وبصراحه انا حسيت ان طه فعلا جايب الدور صح. المسلسل كويس مقفول على نفسه، حسه كده فاهم صحابك نازلين يصوروا مسلسل، فاهم؟ الانتاج مش ضخم وده باين طبعا، وبصراحه دي بالنسبه لي ميزه ان المسلسل باين عليه قوي ان هو اندي او مش حاجه معموله بميزانيه ضخمه. عاجبني انا الفليفر ده، بيفكرني كده بحاجه زي هبه رجله الغراب لو تفتكروه، نفس الفايب. شايف نقط القوه كانت في الكتابه بالنسبه لي. المسلسل مش واو على مستوى الكتابه ولكنه جيد جدا، مواقف متصممه بشكل جيد لفكره الشخص اللي بيعاني من مرض التوحد وازاي بيقدر يتصرف، ردات فعله عامله ازاي. طبعا الاداء التمثيلي بيفرق جدا انك تساعد ان الكلام المكتوب على ورق يتحول لواقع يبقى جيد ومقنع، ولكن زي ما قلت كتير ان الكتابه هي اهم حاجه في اي عمل. ولكن بصراحه الكتابه كانت جيده جدا بالنسبه لي، اكيد طبعا مش خاليه من العيوب وكانت ممكن تبقى احسن، ولكن اللي انا شفته بالنسبه لي كان كافي جدا. حبيت فكره الوجوه الجديده الكتير اللي موجوده في المسلسل، في ناس انا اول مره اشوفها وده اغلب الكاست يعني عامه، مدين روح مختلفه كده، وانا مصدق شخصيتك لان انا ما شفتكش في حاجه تانية قبل كده، فانا فاهم بريليت معاك قوي للشخصيه. حسن ابو الروس عامل دور لحد الان جيد. دايما في الاعمال اللي شبه دي او من النوعيه دي اللي بيبقى فيها شخص متوحد او شخص عنده مرض نفسي ما يعني، بنلاقي دايما الشخصيه الشريره اللي هي فاهم عايزه تاذيك ومش فارق معاها ان انت عندك توحد ولا نيله، مفيش اي انسانيات وبتاع، والمهم عنده نفسه بس. اتكررت في كل الاعمال تقريبا المشابهه، ولكن حسن ابو الروس برضو يعني حاجه نشيد بيها يعني ان هو كان مقنع جدا، ما افنيش من الدور. ونيجي طبعا لغادة عادل. غادة عادل من الممثلين اللي انا مش هقدر اقول بصراحه ان انا فان لتمثيلها يعني، انا ما كنتش بحس ان غادة عادل يعني ممثله بتدي اداء تمثيلي 100% يعني. في ادوار ليها كانت جيده مش اكتر ولا اقل، وفي ادوار كانت وحشه قوي بصراحه. في المسلسل ده هي بتقدم العادي بتاعها، مش شايف اي شيء واو يعني، مش متضايق منها خالص الحقيقه لحد دلوقتي. في اول حلقتين مش عارف هل ممكن مع الوقت الكيرف يعلى او الكيرف ينزل، ما اعرفش الصراحه. اوفرول انا لحد دلوقتي راضي جدا عن تجربه اول حلقتين اتفرجت عليهم من مسلسل حاله خاصه. ارشح جدا ان الناس تروح تتفرج عليه وتديله فرصه. زي ما قلنا مسلسل مستقل بيحاول يقدم حاجه مختلفه بوجوه جديده، فيعني انا شايف ان احنا نديله فرصه. يا ريت تروح تتفرج على اول حلقتين يعني، ترشيح شخصي مني. ولو اتفرجت سيب لي رايك في الكومنتس، ايه رايك في اول حلقتين لحد دلوقتي. وبس لحد هنا نكون خلصنا الفيديو السريع بتاعنا. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب والحاجات الجميله دي يعني، روق على اخوك كده، واشوفكم في حلقه جديده قريب. سلام.